احسن قلعه في مصر، ومحدش يقول لي دي قلعه رياضيه، هي احسن قلعه فعلا في مصر. كابتن حسين لبيب طبعا فهم دماغ جماهيره وفهم جماهيره عامله ايه، عايزين كلمتين زي اللي كان بيتقالوا قبل كده، الوطنيه والكرامه. عايزين يضحك عليهم بمسلسل صفقات، قبل كده موبنزا جبناه ومشي ومش عارف ايه، وهنوقفوه وهناخد 100 مليون ومش عارف ايه، ومفيش الكلام ده خالص. الراجل هيلعب ولا فيه اي حاجه، ولا هم مضوه ولا اي حاجه. هو بس ايه، عملوا شو كده اهوت. الراجل اللي جابوه من ليفربول دوت، اللي مش عارف اسمه اجراي، وقال لك ده احنا مشيناه عشان مستواه مش عارف ايه، هو الراجل سابهم ومشي، وهو اساسا مش لعيب. فهي ده هو ده اللي هم النفس اللي كان بيمشي مع المستشار مرتضى منصور النادي الوطنيه والكلام، هو بينفذه حسين لبيب بتاع احسن قلعه في مصر. الكابتن حسين لبيب كده كده صوره لرئيس مجلس اداره، لكن هو مش بيدير، اللي بيدير الاستاذ ممدوح عباس. هو اللي بيقول لهم تمشوا ازاي وتعملوا ايه، لان الراجل هو اللي بيدفع. وما دام الراجل هو اللي بيدفع هو اللي بيمشي. وهو قبل كده قال لهم انتوا طالعين كتير وتتكلموا كتير، محدش يطلع محدش يتكلم، وبينفذوا فعلا التعليمات. وبعدين احسن قلعه في مصر اللي كل يوم واحد من مجلس الاداره طالع في تلفزيون ياخد قرشين. يعني انت عندك كابتن احمد سليمان مع قناه ام بي سي بياخد قرشين، مش عارف مين المتحدث طالع فين، وكل واحد بياخد قرشين. احسن قلعه في مصر ايه؟ وبعدين ما كانش ماتش يا عم سوبر كسبته، طالع وقلبك جامد وعمال تخبط، واللي مش هيقول كده هنمحوه ومش عارف. الكابتن احمد سليمان يقول لك ان اللي مش عارف هيعمل ايه احنا نقدر نعمل ايه، مش عارف الدوله تعمل ايه. انتوا مالكم ماسكين اول حديده كده وعمالين تخبطوا ليه؟ انتوا اخركم السوبر اللي جاي، وبعد كده هتسكتوا مش هنسمع صوتكم تاني.